بتصوم يا صديقي ولا زي كل سنة؟ أنا الصيام مع الشغل مفرشقني، ولو مش مصدقني بص على شكلي. صعبت عليك أبو الصحاب؟ هتدع طبق الكنافة فضي نفسك تلت ساعة، وما تخليش حد يزعجك ولو غصب عنك تلبس سماعة، لأنه أقسم لك ولا خليها من غير حلفان هتشوف حاجة نزاهة، قصة محتاجة اللي يركز معاها، حالة من الدراما والأكشن الرومانسية التي ولم تراها إلا عند يوسف مسعود البسيط. والآن استعد للانفجار، لأن الرحلة هتبدأ دلوقتي. وبيبدأ الأنمي بتاعنا بالكذاب المخيف، الفتى العنيف، البطل التي بقدراته هيكذب النهارده كتير، سونج. وده بيكون أضعف صياد في العالم، وهم رايحين على مهمة في المغارة دي بيخلص على الوحوش اللي بتقابله، وبيكون مبسوط يا صديقي، ويا فرحة ما كملت. بيهجم على ابن الهرمة ده وبيشوح فيه شوية. سونج بيحاول يضربه، ولكن وين يا صديقي وين؟ ابن الهرمة الوحش بيرشق السكينة في كرشه، بينادي على البطة دي وبيقول لها ساعديني يا بنت العامل بدل ما بتتفرجي عليا. وفعلا يا صديقي البنت بتنادي على زمايلها حد يجي يساعد ابو العيال، الوحش هيخلص عليه يا جدعان. وفعلا يا صديقي بيدخل الراجل ده عليه وبيخلص عليه بضربة واحدة. الوزة بتعالج سونج بقدراتها العجيبة، ويا ريت عندنا واحدة زيها صديقي، اللهم اني فاطر. البنت بتقول له انت بتعمل في نفسك كده ليه؟ انت عارف انك اضعف صياد في العالم. فبيقول لها يا حبيبتي والله اكل العيش مر. وفي الوقت ده باقي الصيادين بيخلصوا على باقي الوحوش اللي فاضله، فعم عجة بيقول لهم لسه في مكان هنا محدش دخلوا. وفعلا يا صديقي بعد جدال بيدخلوا، ويا ريتهم ما دخلوا. وبعد ما بيوصلوا المكان بيلاقوا تماثيل محوطاهم من كل ناحيه، وبيلاقوا لوحه مكتوب عليها اللي مش هيلتزم بقواعد المكان هيموت. وفي الوقت ده البوابه بتقفل عليهم، كلهم بيكونوا في منتهى الرعب يا صديقي. ولسه الشخص ده يا حبة عيني بيقول يا رحمن، وبيحاول يطلع وخلاص هيلمس الباب، وهوب التمثال بينزل عليه بينهيه. الناس الموجودة كلها بتكون في منتهى الصدمة. ومرة واحدة عين التمثال بتيجي على سونج، فسونج بيزعق وبيقول لهم نزلوا راسكم يا اولاد الهرمة. وفعلا يا صديقي التمثال بيطلع نار بيحرق المكان بالكامل، في كتير بيموت يا صديقي. وفي الوقت ده الولد ده بيقول لهم انا عندي سرعة ما فيش ابن هرمة هيقدر يوقفني، انت ما حرمتش. وفعلا يا صديقي بيتحرك، ولكن للاسف التمثال بيخلص عليه، ما بيفضلش غير رجليه. وفي الوقت ده سونج بيبص يمين وشمال عشان يشوف حل يا صديقي، وبتيجي عينه على اللوحة دي، فبيقول لعم عجة انا هقرا لك وانت تترجم لي. فبيقول له القاعدة الاولى لازم تسجد للشيطان، استغفر الله العظيم، احنا في رمضان يا اولاد الهرمة. وفعلا يا صديقي وبيعملوا اول قاعدة وبيشتركوا في القناة، وربنا ما هقولها تاني ده كفر يا صديقي. التمثال مرة واحدة بيضحك وبيقوم يا صديقي، الكل بيزعق لسونج وبيقولوا لي يا ابن الهرمة هنموت، ده جاي علينا نعمل ايه؟ وبعد كده سونج بيبص على القاعدة التانية مكتوب لازم تعبدوه، فبيقولوا له ازاي؟ بيقول لهم مش عارف، اجروا دلوقتي. ومرة واحد بيقول لهم انا كنت شغال في معبد وعارف كل العبادات، بيجري عليه وبيركع له يا كسفتك يا محسن، بيتفس عليه التمثال بينهيه وبيخليه شبه العجين. الكل بدأ يجري والتمثال اللي بيلمحوا بيمرجحوا، فسونج بيقول لهم اجروا عند التماثيل اللي مش معاها اي اسلحة. وفعلا يا صديقي بينفذوا، وكل ما بيوصل واحد عند التمثال بيغنى صديقي. سونج والوزة اللي معاه بيوصلوا عند تمثال برضه، فالتمثال ما بيعزفش، فبيعرف انه لازم كل شخص بيكون عند تمثال واحد، فبيقول لها خليك انت هنا انا اللي هشوف تمثال تاني. وفعلا يا صديقي بيتحرك والتمثال بيجري وراه وخلاص هيخلص عليه، ولكن بيكون وصل يا صديقي، بس للاسف بيكون قطع رجله. الوزة بتستخدم قوتها عشان ترجع له رجله، ولكن مفيش فايدة، الوزة بتفقد كل قوتها. وبكده القاعدة التانية بتكون خلصت. التمثال بيطلع لهم مذبح من تحت الارض، لازم حد يقدم نفسه قربان. القائد بيضحي بنفسه عشان الباقي يعيش، ولكن بيحصل حاجة غريبة يا صديقي، ايه هي؟ انه لازم كلهم يقفوا جنبه. وفعلا يا صديقي كلهم بينفذوا، وبعد ما بيوصلوا قدام كل واحد فيهم بتطلع نار. وفي الوقت ده التماثيل بتقرب منهم واحدة واحدة، الباب بيفتح يا صديقي، البنت دي بتترعب وبتجري من الخوف يا صديقي، بتطلع وما بيحصل لهاش اي حاجة. وفي الوقت ده كله بيعمل زيها، اللي بيقول امها هتولد، واللي بيقول مراتي حامل ومستنياني في المستشفى، وما بيفضلش غير 3 بس يا صديقي، القائد وسونج والوزة الطرية. فسونج بيقول للقائد خدها يا قائد واطلع برا. فعلا يا صديقي بيطلع القائد والوزة اللي معاه، وبيكونوا في منتهى الحزن على سونج يا صديقي. الباب بيقفل، جميع التماثيل بيشلوحوه على الهادي، وهو ولا هناك مش عارف يعمل معاهم اي حاجة، بيقطعوا له ايده وبيكون في حالة لا يحسد عليها. ومرة واحدة بتظهر رسالة مكتوب فيها انت حصلت على مهارة شجاعة الضعيف
قلبك هيقف لمدة 2 من 100 ثانية. انت موافق تكون لاعب ولا لا؟ اضغط نعم لو موافق. وفعلا يا صديقي بيوافق. بيفوق وبيلاقي نفسه في المستشفى. تظهر له رسالة مكتوب فيها مهمات يا صديقي. ايه هي المهمات دي؟ 1 اشترك في القناة. 2 تفعل زر الجرس. 3 تدي يوسف مسعود حتة كنافة من اللي معاه. ولو ما عملتش المهمات دي هتتحول لمكان العقاب. بيطنش ولا كأنه شاف حاجة. بيعدي اليوم بيتحول لمكان العقاب. مرة واحدة بيظهر في الصحراء وبيظهر له وحش يا صديقي وخلاص هيخلص عليه، ولكن ال4 ساعات بيكونوا خلصوا. وبعدها كل يوم بيصحى وبينفذ المهمات المطلوبة منه. قوته بتزيد بعد ما كان أضعف صياد. تجيله مهمة وهي ايه؟ يخلص على وحش في المغارة. فسونج بيكون خايف يا صديقي لا يحصل معاه زي اللي حصل له آخر مرة. فبيقول أنا الميت هفضل جبان، الميت هفضل ضعيف. وفعلا يا صديقي بيروح وها هو الوحش المغوار الفتى الجبار الكذاب التي بقدراته هيركب لكل مجرم قرن استشعار. من غير كلام بيخش على المغارة ولا حد فارق معاه. بيقابل مين؟ بيقابل وحوش صغيرة ولا بيفرقوا مع الحزين. ابلع يلا. بيخلص عليهم بكل حرفية. بيحسسني بشباب الودان. ومرة واحدة بيظهر كلب يا صديقي بيهجم عليه بيكسر له الحديدة اللي معاه. بيخش عليه بإيده ولكن ما بيحوقش فيه. ومرة واحدة بيخرج سيف من مكان التخزين. وانا كيوسف مصدق الكلب خلاص هيخلص عليه، ولكن على مين؟ بيكسر عظمه بكل حرفية. اللي بعده يا هناء يساعده. الكلب التاني بيهرب يا صديقي وبيناديله باقي زمايله الكلاب. الكلب ده بيحسسني بالكلب اللي في منطقته يا صديقي بينزل فيهم حش ولا كأنه في الغير. ابلع يلا. اللي بيقرب منه بينسيه همومه. انت بتتكلم على مين؟ ده سونج ابن الكدابين. بيخلص عليهم بالكامل. ما تقولش العبد لله واكل فطاير. يكمل يا صديقي واللي بيقابله بيتلفاه. ابلع يا حمادة. اللي بعده قهوته زيادة. ومرة واحدة بياخد ضربة بتثبته مكانه. ليه يا حبيبي بتعمل فيه كده؟ ده هيخلي ليلتك طين. بيغضب يا صديقي وعينك ما تشوف الا التقطيع فيه. ليه بتعصبه يا حزين؟ يلا استعد لمقابلة ربي كريم. ابلع يلا. الله عليك يا كذاب. انا من الكذب صارت حياتي مليانة عذاب. ولو مش مصدقني روح اسأل سونج الكذاب. بيضغط عليه بايده وبيفجرها يا صديقي. اعترم عقولنا يا كذاب. دي لو بالونة مش هتتفجر بالسهولة دي. الوقت قوته زادت يا جدعان. جاي لكم في الطريق اللي هيلبكوا ذباب. وبعد كم يوم بيكون بيتدرب في المستشفى وزي ما انت شايف عضلاته كبرت يا صديقي. عارف يا صديقي انا عنده واحدة بالستة اللي عنده وبتلعب برضه يا صديقي. ربنا يسامحنا على الكده. فالممرضة دي بتقول لزمايلها شفت الواد ازاي حلو؟ ايوه يا صديقي كل البنات بتحبه، كل البنات في الصين. وبعدها بيروح البيت وصاحب البيت بيرن عليه وبيقول له يا ابن الهرمة فين يلا الايجار؟ فبيقول له حاضر يا سيدي الناس هجيبها لك حالا. بيخش يشوف مهمة. فعلا يا صديقي بيلاقي مهمة وبيروح. ولما بيوصل بيلاقي 7 صيادين ومحتاجين حد يشيل لهم الشنط. يا كسفتك يا فتحي. بيخشوا على المغارة وبيلاقوا 7 فتح. انا عديتهم يا صديقي ومحتارين الوحش في اي فتحة. فسونجو بيقول لهم هتلاقوهم هنا. وفعلا يا صديقي الفريق بيخش عليهم سخنين وبيخلصوا عليهم بالكامل. وبعدها بيكملوا في المغارة يا صديقي وبيوصلوا المكان فيه جواهر من كل ناحية. وقائد المغارة بيكون موجود يا صديقي. فالزعيم بيسأل واحد من جماعته وبيقول له فين يلا الحاجات اللي بنحفر بيها؟ فبيرد عليه وبيقول له والله يا سيدي الناس نسيتهم برا. فالزعيم بيقول احنا هنروح نجيبها وانت يا سونجو الهتيا اللي معاك خليكم هنا. وفعلا يا صديقي ولاد الهرمة بيروحوا وبيكونوا ناويين على الغدر وبيغدروا بيهم فاكرين ان سونج شخص عادي ما يعرفوش انه وحش مهين لاي ابن هرمة لعين. وبعدها قائد المغارة بيصحى صديقي وبيهجم على سيد المعلمين سونج. سونج بيخش عليه ولا بيفرق معاه الحزين. ابلع يلا. وحش الغابة المهين سونج بيخبط فيه ويوزع جوانا صديقي في العيب. بيخلص عليه ولا حد بيكون كده ابن اللعين. والواد اللي معاه بينصدم يا صديقي فبيقول له انا خدامك يا سيد الناس ابوس ايدك ما تقتلنيش. وفجأة بيظهروا ولاد الهرمة يا صديقي اللي غدروا بيه. ما يعرفوش ان سونج بيفطر ب7 دبابات وبيتغدى بصندوق رصاص و4 براميل انابل وبيتعشى بزبادي عشان الدايت يا صديقي. وكده حتى في الاكل بتكذبوا. المساكين بيفتكروا ان الولد اللي مع سونج هو اللي خلص على الوحش يا صديقي. بيخيروه بيقولوا له اقتلوا هنضمك لينا. ما بيرضاش يا صديقي وبيقول لهم اشرف لي 100 مرة اموت معاه. انتوا غدارين ومالكمش عزيز. واحد منهم بيهجم على سونج وبيرميه على الارض. في الوقت ده في رسالة بتيجي لسونج لازم تخلص على اولاد الهرمة ال6 دول والا انت ميت. فسونج بيقول يا فرج الله يا جدعان اخلص عليهم دلوقتي خليهم يعملوا لك مليون حساب. ليه بتعصبوا ليه؟ بيخش على الاول وبيكون نهي اشرب يلا وبيشد عضلة التراي 1
2 3 والرابعة وين يا صديقي وين؟ كنتوا عايزين تخلصوا على مين؟ مات سونج الجبان وطلع لكم اسد عرين بيخلص عليهم وما بيفضلش غير قائدهم، بيكون ميت من الرعب يا صديقي، وبيقول انا في الاخر حتة حشرة هتخليني مرعوب كده، بيغضب وبيجمع قوته، ولكن سونج بيكون قريب وواحدة من سونج بيكون نهيب، فبيقول له ابوس ايدك يا سيد الناس انا هكون جزمة تحت رجليك، ابوس رجلك ما تموتنيش. سونج بيرد عليه وبيقول له انت كنت عايز تخلص عليا 3 مرات، تفتكر ان هسيبك؟ لا ورب الكعبة، هي واحدة بالحديدة بيطيرها له صديقي، وبعدها بيطلعوا من المغارة وتعدي الايام وتفوت، وبعد كام يوم من اللي حصل بيظهر لسونج مفتاح جزيرة الشياطين، بياخده بيروح الجزيرة اللي بتكون من اقوى المغارات منذ ان خلق الله سيدنا ادم عليه السلام، ومعاه الحجر اللي بيقدر يطلعه من مكان لمكان زي الانتقال بالزمن يا صديقي. ومرة واحدة بيظهر كلب من 3 رؤوس معاه واحد مربي زيه في البيت، سونج بيخش عليه وبيكون الاتنين مولعينها نار، سونج بياخد ضرب ما خدوش حمار، بيغضب وبيشرح فيه شمال ويمين، والله يا صديقي ما بيعتقوا، وبيشوع عينيه على طاسة فيها كبدة وبانيه، وانا كيوسف من الكذب هقول له يا بيه ابلع يلا بالراحة يا سونج يا اخويا، الكذب في الدم عمره ما يروح، اشرب يلا، وبيخلص عليه بالكامل، وسونج بيترمى على الارض يا صديقي، قوم يا ذكر دول عضتين اكيد مش هيأثروا فيه، وفعلا بيقوم وبيلاقي قوته زادت، وبيلاقي طريقة صنع قناة يوسف مسعود، ده شراب بيعالج من اي مرض يا صديقي، وبيكون هو جايله مخصوص عشان يعالج امه، والمشروب ده ممكن ما يخليكش تموت ابدا، استغفر الله العظيم، وبيكون اسمه الاكسير. ما علينا، بيقرر يوقف القتال اليوم وهيكمل في يوم تاني، عارف انه لو كمل مش هيسموا عليه، بيرجع للعالم بتاعه، وبعد يومين بيروح مهمة جديدة، وبيقابل هناك اللي كانوا معاه في اول مهمة، وبيكون في 3 مجرمين، وصياد شغال في المنظمة موجود عشان المجرمين ما يعملوش اي حركة كده ولا كده، يخشوا المغارة وكل الموجودين مستغربين من قوة سونج، بيقطع في كل الوحوش وكل اللي بيقابله بيهينوا، ابلع يلا منك ليه، وبيقولوا له ازاي، بيقول لهم زي السكر في الشاي، وبعدها بيتقسموا ل3 فرق، كل فرقة في طريق شكل، والراجل بتاع المنظمة بيخلص على المجرمين اللي معاه، وهو بيخلص عليهم مين بيشوفوا؟ زمايل سونج يا صديقي، ومرة واحدة سونج بيسمع صوت صريخ، بيجري بسرعة الاسترفنكس، وانت هتسألني وما هو الاسترفنكس يا سوفا؟ ده اخو الاسترفنكح، بيوصل سونج ابن المعلمين وبيلاقي اصدقائه سايلين في دمهم، فسونج بيقول للراجل بتاع المنظمة بتعمل كده فيهم ليه؟ بيقول له دول مغتصبين اغتصبوا بنته بعدها ولعوا فيها، يرضيك؟ بيقول له لا مش دول، انا قصدي على دول، اكيد شافوك انت وبتخلص على المجرمين، بيقول له ايوه، فسونج بيقول له انت بتعذب قبل ما بتقتل، بتجرح الناس في مواضع مش قاتله بجسمهم عشان الواحد يصفي دمه ويموت، فبيقول له ايوه انا بعمل كده وبستمتع بصراحه بقتلهم، فسونج بيقول له بتستمتع؟ ده انت حكايه اهلك معايا مش خالصه، تعالى يا ابن الهرمه انا هوريك معنى كلمه عذاب، بيخش عليه ولكن ابن الهرمه بيكون في ضربه صعب، سونج بيغضب ليه بس يا ابن منك ليه؟ جيت فين وعلى مين؟ ده سونج ابن الكذابين، بيخرج السلاح وبينزل فيه تخبيط شمال ويمين، اللي بعده يستعد لمقابله ربي كريم، بيكسر عظمه بيشرحه تشريح مهين، وخلاص هدي القضيه، ولكن بيقول له انت مين وازاي وفين؟ فسونج بيقول له او وبيخلص عليه وبيدي القضيه، زمايله بيكون فرحانين بقوته الجديده، فسونج بيقول لهم انا اللي هخلص على قائد المغاره دي، خليكم هنا محدش يتحرك، بيخش وبيخلص عليه بسهوله يا صديقي، ما شاء الله على قوته المهوله، وبتخلص المهمه يا صديقي، وبعدها بيخرجوا من المغاره، الرئيس بيجي وبيقول لهم مين اللي قتل العميل بتاعنا، بيعترف مين؟ الوزه والراجل اللي معاها، وبيقولوا احنا اللي قتلناه، وبعد كده بيكتشفوا جرائم العميل والملف بتاعه بيتقفل، سونج بعدها محدش بيقدر يوقفه، مغاره ورا الثانيه ورا الثالثه، وبيخلص عليهم بالكامل وحده، وتفوت الايام وتعدي الشهور، وبعد 4 شهور بيخش على مغاره من المستوى العالي، ولكن قبل ما بيدخل بيفتكر انه ما عملش المهمات اليوميه، بيقول بعد ما ارجع اعملها، فعلا يا صديقي بيدخل وهو بيتمشى بيظهر له وحش، ولكن ما فيش وحوش غير سونج المهين، بيخلص عليه وبيخش على اللي بعديه، واحد ورا الثاني ورا الثالث، وبيكون نهيهم بالكامل يا صديقي، ابلع يلا منك ليه، ده سونج ابن المجانين، بياخد قوتهم يا صديقي اللي هي ايه؟ قوة الدرع المخفي، بيكمل يا صديقي وبيشوف بوابة قدامه، بيدخل والباب بيتقفل وراه، بيشوف مين؟ قائد الجنود المهين، بينزل فحت ردم في سونج وبيشوح فيه، بيخبط فيه بكل قوة، والله يا صديقي الواد بيكون جبار،
جبار بيعمل منه بطاطس بالخيار في رمضان وخلاص هيخلص على سونج. تفتكر انه هيخلص عليه؟ قولها معاه صديقي. لا والله بيمسك السيف بايده بالراحه يا كداب. سونج بيفوق له وبينزل عليه بتقله وهي واحده بيطيره بيكسر عظمه بيبهدله وبيوري النجوم في عز النوم بيلبسوا البامبرز على الهدوم وبيمسكوا السلك من غير خرطوم وهي دي القضيه يا صديقي. وبيستفاد من القناع بتاعه وشويه حاجات تاني ما علينا. مره واحده بتظهر بوابات كتيره وبيظهر جنود من البوابات دي بعدد شعر راسك يا صديقي. ولو انت قرع يبقى بعدد شعر دقنك ولو انت من غير دقن زي حالاتي يبقى بعدد طوب شارعكم. بهزر معاك يا جميل. بيخش سخن عليهم والضربه منه مش براجل لا باتنين ولكن هو تعبان من المعركه الاخيره يا صديقي. ومع انه تعبان بس بيخلص على كتير منهم. في مثل بيقول لك الصح التحم بو الكذب في الدم عمره ما يروح. ولاد الهرمه من الوحش اللي شايفينه مصدومين بيخبط فيهم ولكن هو مش قادر يا صديقي. ومره واحده جندي من الجنود بيضربه بيكسر له دماغه وخلاص هيخلصوا عليه. وشوف المخرج ابن الهرمه الصديقي قال ايه؟ قال عشان ما نفذش المهمات هيتحول لمكان العقاب. فعلا يا صديقي بيتحول لمكان العقاب وفي وحوش بتهجم عليه ولكن على مين؟ بيحضر في المكان مرعبهم اللي مغلبهم وبيقطع فيهم بسرعه الاستريفيكو. مش عارف مين اللي علموا الكذب مين. بيخلص عليهم وبعد ما بيخلص بياخد شويه حاجات عشان يستعيد طاقته وبيفعل حجر الطاعه اللي خدوا من مين؟ اللي خدوا من قائد الفرسان. وبيرجع للمغاره تاني بيخش سخن عليهم وبيخلص عليهم بالكامل. الواد جامد جمدان السنين كذاب كذب المعلمين شلاط تشليط المغامرين. وبعد ما بيخلص عليهم بالكامل بتجيله مهمه من النظام. هي ايه؟ مستحضر ارواح صديقي. بيوافق عليها وطاقته بتزيد بمعنى الكلمه. وبعدها طاقه سوداء من كل ناحيه بتظهر وبتحاول جسمه بالكامل وطاقته بتزيد بمعنى الكلمه. وبعد ما الاندماج بيخلص بيبقى ملك الظل اللعين. بيشوف الظل في الجنود اللي لسه مخلص عليهم بيكتب في النظام كلمه قيام. كل الجنود ظلهم بيوقف وبيقول خلينا نجرب على قائدهم بالمره وبيقول قيام. وفعلا يا صديقي قوته بتزلزل المكان بالكامل. بيحضر وبيركع لسونج يا صديقي. استغفر الله العظيم نحن لا نسجد الا لله. وكل الفرسان بعدها بيركعوا لسونج. شكل الموسم الثاني هيكون جبار. وهنا بينتهي الموسم الاول من سولو ليفلينج. لو عايز الموسم الثاني اكتب لي في كومنت وهتلاقيني منزله سريع. انا مش طمعان الصديقي. وصلوني 200 300 الف. بهزر معاك يا جميل. لو ما هزرتش معاك ههزر مع مين؟ المهم خد لفه في القناه وصدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. واقسم لك يا صديقي ان انت بالنسبه لي عسل. وسلام يا بطل.